نقطة ضعف ديت، ودي نقطة ضعف، ودي نقطة ضعف، ودي نقطة ضعف يا باشا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في ناس بتفرد لفات العزل المائي اللي هي الأنسومات أو الممبرين على سقف الدور الأخير وبتسيبها مكشوفة من غير ما تغطيها على اعتبار ان هي كده خلاص عملت عزل مائي للسقف. بس الكلام ده غلط، ويعتبر في الحالة دي ان احنا رمينا فلوسنا في الارض. طيب ليه؟ لان لفات العزل المائي دي اللي هي الانسومات او الممبرين لما بتتساب معرضة للشمس والهواء والحيوانات والطيور ومعرضة ان احنا نمشي عليها، بتبدأ مع الوقت تنشف جدا ويحصل فيها شروخ ويحصل فيها اخرام، وبتبدأ اللحامات بين اللفات وبعضها تفك، وكل الحاجات دي بتخلي المية تتسرب من لفات العزل المائي وتنزل على السقف وتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا في السقف. ده غير ان احنا اصلا لما بنيجي بقى نحل المشكلة دي او نعالج المشكلة دي، اول حاجة بنعملها ان احنا بنشيل كل لفات العزل المائي القديمة دي اللي نشفت ونحط لفات جديدة. هوريكم دلوقتي فيديو في لفات عزل مائي انسومات او ممبرين كانت مكشوفة، هوريكم المشاكل اللي حصلت فيها. ايش اللي بعده؟ نقطة ضعف ديت، ودي نقطة ضعف، ودي نقطة ضعف، ودي نقطة ضعف يا باشا. بص عاملة ازاي، ودي نقطة ضعف. مفكوكة؟ اه يا باشا. طالع من مكانه كده. ودي برضه نقطة ضعف هنا اهي، يعني دي كله يتشال ويتعمل من جديد احسن. في تقطيع هنا. ايوه، وهنا برضه كمان هنا اهي. ده سقف عميل عندي بعتلي صور السقف ده. للأسف المقاول اللي نفذ له العزل المائي للسقف أقنعه إن لفات العزل المائي دي بتعزل مية وحرارة وما بتتأثرش بالشمس، علشان كده سابوها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا مع الوقت اللفات دي بدأت يحصل فيها خرام ويحصل فيها شروخ، وبدأت اللحامات بين اللفات وبعضها تفك زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وبدأت المية تتسرب من لفات العزل المائي، يعني كأن العزل المائي مش موجود اصلا. طيب ايه الصح؟ الصح ان احنا بعد ما بنخلص العزل المائي للسقف وبعد ما بنختبره لمدة من 24 ساعة ل 48 ساعة عشان نتأكد ان العزل تمام ومفهوش اي تسريبات، لازم نغطي العزل علشان ما يبوظش. طيب بنغطي العزل بايه؟ ممكن نغطيه بمشمع وفيه طبقة مونة، وممكن بعد كده نغطيه ببلاط او بسيراميك. المهم ان لازم تكون في طبقة حماية فوق العزل، وفي نفس الوقت برضو لازم يكون عندي شبكة صرف في السقف اللي هعزله، سواء كان الصرف ده عبارة عن مزاريب او عبارة عن بلعات او جراجير. المهم لازم يكون فيه شبكة صرف لصرف مية المطر، بمعنى ان طبقة الحماية دي هتحميلي العزل علشان ما يبصش، بس لازم يكون عندي طريقة لصرف مية المطر.